الفيلم ديالنا هربان بالمعنى الحرفي، ولا ما تفرجتيش فيه فراك انت ما محسوبش على الناس اللي كيتفرجوا في الافلام. هو فيلم اكشن من انتاج سنه 2008 بطولة ليام نيسون اللي لعب دور براين ميلز، وهو عميل سابق في CIA. القصه ديال الفيلم كتدور حول براين ميلز وكيفاش غيعتق بنته من واحد المختطفين اللي اختطفوها في باريس. فندخلوا شويه في احداث الفيلم، فما تنساش تخلي معاك ديك لايك وزر الاشتراك، ويلا نكملوا الفيديو. الفيلم كيبدا ببراين ميلز عايش مع طليقته ليندا وبنتهم كيم، وكان بعيد على حياته السابقة كعميل مخابرات. فكيم بنته كتقرر باش تمشي في رحلة مع صاحبتها لباريس، ولكن الاب ديالها كيرفض وما كيخليهاش، ولكن بعد السرور ديالها واصرات عليه باش يخليها فخلاها تمشي. ففاش مشات كيم كتعرض لواحد الاختطاف من واحد العصابة كيتاجروا في البشر. فبراين من بعد ما توصل بالخبر من طرف واحد المكالمه مع بنته قرر باش يستخدم كل مهاراته وداكشي اللي تعلم في المخابرات ويستخدمه باش ينقذ بنته. كيبدا برحله مطارده مليئه بالمغامرات والاكشن، وكيستعمل طرق متقدمه في الحرب النفسيه والبدنيه باش يوصل ليهم. فخلال الاحداث كيكتشف براين ان العصابه كتعرض دوك الفتيات اللي كتختطفهم للبيع في سوق تجاره الجنس. ومن اهم لقطات الفيلم مكالمه هاتفيه من بعد الاختطاف اللي تختطفت فيه بنت براين، وكيقول لي هذه الجملة الشهيرة: لدي مهارات خاصة، إذا تركت ابنتي لن أسبب لك أي ضرر، إذ لم تتركها سألاحقك وأقتلك. براين بدا كيتبع الخاطفين بشكل تدريجي وكيحطهم في مواقف محرجة وكيشكل عليهم خطر كبير، من القتال إلى ملاحقة بالعربات. وفي النهاية براين كيواجه المسؤولين عن العصابة وكيقدر ينقذ بنته في لحظة مثيرة للغاية، حيث كيكون عنده تحدي كبير في التعامل مع المجرمين وإنقاذ حياته وحياة كيم. فالفيلم كيخليك في واحد الترقب مستمر وتشويق بزاف، والمغامرات والذكاء في التعامل مع المواقف الصعبة. فسميت الفيلم غتلقاوها في اول كومونتير.